طيب من اسبوعين ابويا توفى، وكنت قاعد افكر ازاي اعمل له صدقه جاريه، بس تكون صدقه جاريه مش محدوده بمساحه معينه ولا بنطاق جغرافي معين، واي حد من اي مكان في العالم يقدر يستخدمها. وبعد تفكير كتير توصلت ان عملت اداه كاستم جي بي تي جوه شات جي بي تي نفسه، حطيت فيها اغلب خبرتي في صناعه المحتوى وكتابه السكريبتات، ويقدر يستخدمها اي حد بيعمل فيديوهات سواء لشركته او بيكتب سكريبتات او صانع محتوى، ويقدر يستخدمها من اي مكان في العالم ومجانيه تماما. ليه عملت كده وليه الفكره دي؟ انا كنت قاعد افكر في الحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. انا بقى كنت قاعد افكر ازاي اجمع الثلاث حاجات مع بعض، مش بس استخدامه محدود على اهل الناس اللي في المنطقه زي ثلاجه او جهاز في مستشفى، انا عايز حاجه اي حد من اي مكان في العالم يستخدمها، وكل ما يستخدمها يدعي لابويا. وبعد التفكير افتكرت ان انا من فتره وانا بتدرب ازاي تعمل كاستم جي بي تي، فعملت جي بي تي اسمه اسك هاني شاكر، غرضه يساعد الناس في كتابه المحتوى والسكريبتات للسوشيال ميديا والفيديوهات. والله العظيم حرفيا البتاع ده انا عامله وانا قاعد على القهوه بشرب شاي، لسه بتعلم يعني ايه كاستم جي بي تي وبجرب عادي. فوجئت الناس منبهره انبهار رهيب، وناس عماله تشكرني عليه، وناس حسستني ان انا عملت حاجه كبيره قوي. بس بعد فتره شات جي بي تي نفسه قفله لان كنت عامله برايفت وذ لينك، فاي حد عايزه بديله اللينك، فلما لقى ناس كتير عماله تدخل عليه وهو اللينك برايفت اصلا قال لك بس البتاع ده سبام او حاجه وقام قفله. وبعدين ساعتها فكرت قلت طب وانا ليه اعمله على جي بي تي؟ ما اعمله في موقع خاص ويبقى باشتراك شهري والناس تيجي تدفع لي واشتراك. وبعدين بعد ما قعدت افكر في الموضوع لقيت بقى في حوارات والموقع والخدمات ومش عارف ايه، فاجلت الفكره الى فتره معينه. بس بعد وفاه ابويا فالفكره الثاني جت في دماغي، طب وقلت ليه بقى ما اطورش اسك هاني شاكر اللي انا كنت عامله واطوره بقى واحط فيه خبرات اكتر وداتا اكبر ومقالات اكبر وكتب اكتر، ويكون مجاني متاح لكل الناس، كل الناس تستخدمه من اي مكان في العالم لحد ما اعمل الموقع. وبالفعل قعدت يومين كاملين المره دي ابرمج فيه، حطيت فيه كل خبرتي في صناعه المحتوى اللي وصلتني ملايين متابعين على السوشيال ميديا، والحمد لله بتخلي معظم الاعلانات بتاعتي بتجيب ملايين المشاهدات اورجانيك، بيكون فيها كرياتيفيتي وافكار جديده. فكل الخبره دي بقى انا حطيتها جوه شات جي بي تي ده، هو دلوقتي متاح مجانا لاي حد حرفيا ممكن يستخدمه، صانع محتوى، كاتب محتوى، شركه بتعمل بيرسونال براندنج لها، بزنس صغير ناشئ، شركات ايجنسي. تقييم الشخص سعر السكريبت اللي بكتبه تقريبا من 500 ل 700 جنيه حسب السوق المصري. هيفضل مجانا لامتى انا ما اعرفش، بس دي فرصه استغلها. ادخل عليه اكتب اي عدد سكريبتات انت عايزه في اي مجال ايا كان البيزنس، وصدقني هتنبهر لان في ناس كتير قبلك جربوه، ودي عينه من اراء الناس اللي جربته وانبهرت ان في اداه كده اصلا مجانيه، حتى منهم صانع المحتوى احمد كيمياء اللي تعليقه عجبني جدا. استغلوا ان الاداه فتره مجانيه وجربوها واكتبوا اي عدد محتوى انتوا عايزينه، وهتكون وفرت فلوس السكريبت رايترز، ولاول مره تقريبا هتلاقي اداه فاهمه دماغك في الكتابه زي ما انت عايز. لو عايز رابط الاداه سيب كومنت، والمعلم بيومي الاي اي ايجنت بتاعي هيبعتها لك في رساله. لايك فولو شير، وما تنسوش تدعوا الوالده بالرحمه لكل مره تستفيدوا من الاداه. وكان معكم هاني شاكر حسن شحاته.